حبايب قلبي شكرا، قوم يلا. جاكسون الدلدول فجأة اتحول مايكل جاكسون الحقيقي وبيقول لهدير اعملي لي انفولو عادي، وشكله مش متأثر ولا فارق معاه للمرة الأولى. حاجه بقى مش منفذ احكام، يلا بقى طب خد انفولو يلا. اعملي لي انفولو عادي. هو مش راضي ينفذ الحكم ليها، بتقوله بعد كده إن الشجاعة دي بتجيب معاها، بالعكس وهو على آخره منها وبيقلدها، وهي بتموت من خلي الضحك بالك منه. الشجاعة دي اقسم بدين الله بتجيب بص نتيجة سلبية وعكسية معاه. انت اللي وهي بتموت من الضحك منه وشكلها بتحبه، وبيقولها قوليلي ياض ومتقوليش يولد، لأنها بتضايقه، متنسوش الدعم ومتابعه. شو عماله تعملي كده وكده وكده، في ايه مالك؟ بقول لك ايه؟ جاكسون بيتكلم بحكمة محارب قديم، وبيقولها بتلمونا على ردود فعلنا، وبيقول نيجي ناخد رد فعل يزعله. بيقولها متهزيش معايا الهزار ده، وبيقولها انت شكلك كده بتقللي بيا، ده انا مش قليل في البلد. وبيقولها قولي احكامك. يلومونا على ردود فعلنا، هما ينفخونا عادي، احنا نيجي ناخد رد فعل يزعلوا. قلت لك هزاري بس بلاش يالا، كلمة يالا دي بتضايقني. هاجر مش عاوزة تجيبها البر ومصممه تحكمه، وهو عاوز يتحكم وشكله حب الموضوع. منتسوش فولو ولايك لنستمر في تقديم الأفضل لحضرتكم. شكرا للدعم. قولي ياض عادي، يالا دي استقلال بالشخص اللي قدامك. انت بتستقلي مني انا ناس لحاجة؟ قولي احكامك. يلا.